القلب اللوز الجزائري من الوصفات المحبوبة في رمضان، ومستحيل تكون سهرة رمضانية بلا به، وبزاف ناس ما ينجحش معاها. هو بزاف سهل في التحضير تاعو، ولكن فقط لازم نعرفوا أسرار نجاحه. واليوم الشيف صلاح الباتني جاب لكم قلب اللوز بمقادير مضبوطة، سهل وناجح من أول تجربة. خليكم على وصل مشاهدة ممتعة للجميع. أول حاجة نبداو بالشربات. في كاسرونة نحطوا 2 كيلات نتاع السكر عادي يقابلوا 4 كيلات نتاع الماء، نزيدوا 2 شرائح نتاع ليمون، نخلطوا برد في برد، نحطوا على النار جوست يهز الغليه، نحسب له 10 دقائق ونطفي عليه، نضيف له 4 كيلو نتاع المزهر ونخليو الشربات تاعنا تبرد. بالنسبه للعجين نحتاجوا لهنا السميد. انا عندي سميد ماما، راح نستعمل هذا القروس الخشين، المتوسط ما يصلحش والرقيق ما يصلحش، وسميد ماما ينجح لكم قلب اللوز تاعكم ما شاء الله. بنفس الكيله اللي كاينه بها الشربات اللي نكملوا بها باقي المقادير. عندي 4 كيلات نتاع سميد ماما اللي يكون خشين، نزيد لها ايضا قرصه نتاع الملح، ونخلطوا هذاك السميد والملح مع بعض. ولازم نديروا الملح في قلب اللوز تاعنا باش ما يجينا صامت. من جهه اخرى في اناء اخر نجيبوا 2 كيلات غربع نتاع سكر عادي، نص كيله نتاع زيت نباتي، وكيله غربع نتاع مزهر، ونخلطهم بالبراميكسور مليح حتى يولي القوام ابيض والسكر تاعنا يذوب تماما. نخلطوا هذوك السوائل مع السميد ونخلطوا غير بالملعقه مده 5 دقائق وحنا نخلطوا مليح. من بعد نروحوا نجيبوا بلاطو المقاس تاعو 30 على 25، دهنتو بلا مارغرين، نحطوا الخليط، نحاولوا نوزعوه بالتساوي بلا ما نضغطوا، نعدلوا الوجه تاعو بلا ما نضغطوا غير بالعقل. ومن بعد نعلموا الحبه تاعنا بلا ما نوصلوا الموس يعني للقاعده تاع البلاطو. نرشقوا حبه تاع الكاوكاو ولا اللوز ونفوتوه الفرن على 180 درجه، نشعلوا من التحت ومن بعد نشعلوا من الفوق حتى ياخذ لون محمر. راح يطيب لكم مده ساعه، يعني راح ياخذ لكم حوالي ساعه وهو سخون قلب اللوز. نشربوه بشربات اللي تكون بارده، ونخليوه مده ساعتين يشرب هذيك الشربات في عقله. ومن بعد نقسموه. صدقوني السمك اللي هنا نتوما اللي تحكموا فيه، صدقوني يجي مشرب للقلب ويجي بزاف زين خير من تاع برا. شهيتكم بالصحه والسلام عليكم.